مرتضى منصور بالنسبه لي انتهى. قصه وانتهت. بقى بيجمعكم كلكم حب الزمالك. طبعا. ده شيء اكتر من رائع. طبعا. الزمالك اقرب للدوري ولا الاهلي؟ لا لسه بدري. لسه بدري. اعتقد ان الموسم ده الجابس هتبقى قليله جدا. الفروقات في النقط بين حتى في الثالث والرابع والخامس هيبقى في حرب كبيره جدا في الخمس سته اللي قدام. ففي رايي ان الفرقه اللي عندها مجلس اداره اهدى وانفعالاته اقل وظهوره اقل وقراراته اهدى هو الفريق اللي هيقدر ياخد الدوري. الناس انتقدوا المستشار مرتضى منصور في صفقه ستانلي، قالوا ان صفقه اعاره، قالوا المبلغ كبير على اعاره. ولكن ستانلي الحقيقه واضح ان هو صفقه اكتر من رائعه. لا ستانلي يستاهل بصراحه. ستانلي افضل لعيب افريقي في الدوري المصري السنه اللي فاتت. وستانلي لما يرجع من الاصابه وياخد مباريات ورا بعض في الدوري عنده الفرصه ان هو يكون واحد من اهم اللعيبه الاجانب والافارقه اللي لعبت في تاريخ نادي الزمالك. الناس فاهمه غلط في موضوع ستانلي سيف حاجه. الناس فاهمه ان القيمه $900,000. لا الزمالك ما دفعش في ستانلي $900,000، دفع $500,000. ولكن احنا كوادي دجله اشترطنا، اداره وادي دجله واحنا اشترطنا ان عشان اللعيب يبقى مستريح واحنا عارفين ان هي دي طبيعه شخصيته، ان هو لازم تديله فلوسه كلها من دي 1. تمام. فعشان كده الزمالك دفع $500,000 قيمه اللون او الاعاره لوادي دجله، وبعد كده وفي نفس الوقت دفع $400,000 اللي هي مرتب اللاعب. فاللعيب قيمه اعارته $500,000 فقط. هل ممكن ستانلي الزمالك يشتريه نهائي؟ ممكن. يعني في اوبشن تو باي، بس نفس الوقت لازم موافقه اللاعب. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا. يعني في اوبشن تو باي، يعني اوبشن، يعني في شرط ان انت ممكن تشتريه تدفع تكمل $1.5 كمان، يعني يبقوا $2 مليون التوتال وتشتريه، لكن لازم موافقه اللاعب. وما علمته ان اللاعب سعيد جدا في الزمالك. اللعيب يعني ما كانش متخيل قيمه الزمالك لما راح ده كلامه يعني مع الناس في دجله، يعني ان اللعيب ان ستانلي لما راح وشاف جمهور الزمالك ومدى عشق جمهور الزمالك ودعم جمهور الزمالك للفريق انبهر بشكل كبير جدا. هو سعيد في الزمالك. بتتواصل مع اللاعب؟ مع ستانلي؟ لا ما تكلموش. لا بس هو عمره ما اتدرب تحت ايدي. نفسك يفضل في وادي دجله ولا يروح الزمالك؟ حلوه. لا هو هيفضل في الزمالك بنسبه كبيره يعني. هيفضل في الزمالك. كل التوفيق ان شاء الله ليه ولنادي الزمالك. بعض الرسائل من بعض الشخصيات